أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أزول في اللاون مرحبا ولا انت مثلا ما شاء الله لا فيديو كاع كنت فيك وفخر على خلك تزمر في كرز أما كتولي من وسط بوستا لا صلاة غوايا سي سفري مخالفا يسوفر يسعى الصحة الكثرة ديك سنت كالمو موشن زمن مسجم كفريجيدا في اليوم من 4 أيام ما تسمديس كلس يانو تاع كومارا ديس راني غادي فينيك غادي سير انا تصل الفنا واحد لا فيديو غير ما تسكرا باش تضمنكم كي تتهكا. السلام عليكم اخواتي الكرام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. كما راكم تشوفون وصفه اليوم هي سلطه ملكيه بمختلف الخضر المقرمشه الصحيه بزاف بنينه مغذيه مشبعه معمره بالفيتامينات. سلطة منعشة مقرمشة تقدروا تحضروها لشهر رمضان الكريم وتخلوها في الفريجيدار 3 أيام ولا 4 أيام وكل يوم تاكلوا فيها ودائما تلقاوها جديدة. تابعوا الفيديو الأخير لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. كما راكم تشوفون هذه هي المقادير السلطة تاعنا. عندي قلب تاع السلطة من النوع الطاول كما راكم تشوفون، هذا النوع يشد روحه وما يدبرش بالخف. ايضا عندي كميه تاع الكرنب كما راكم تشوفوا. ايضا عندي حبه تاع البصل كما راكم تشوفوا من النوع الطويل الاخضر طري. ايضا عندي كميه تاع الرمان الموز ولا الحامض. عندي ايضا نفس الكميه تاع الرمان الحلو. عندي ايضا لا طوماط سيغاز كما راكم تشوفون، تقدروا تعوضوها بالطوماطيش العاديه تقطعوها مربعات. عندي ايضا كميه صغيره تاع الفجل ولا اللفت الاحمر. ايضا عندي كميه صغيره تاع المعدنوس مقطع. وعندي ربطة تاع النعناع كما راكم تشوفون نسحق غير الأوراق. والحاجة اللي تمدلو قرمشة أكثر هو خبز الطاكوس مقطع قطع صغيرة كما راكم تشوفون. وبما أني ما عنديش كمية كبيرة زدت عليهم 3 أوراق تاع ديول مقطعين بنفس الشكل، من بعد نقليهم في الآخر. بسم الله على بركة الله. نبدا نقطع في الكرنب ديالي كما راكم تشوفوا. نقطع قطعه بهذا الشكل كما راكم تشوفون، نقطعوا قطع صغيره. الكرنب بزاف صحي وخاصه كي ديروه في سلطات يحتفظ على كامل الفيتامينات وايضا القيمه الغذائيه ديالو. نحيلوا العروق الخشينه كما راكم تشوفوا ونقطعوا قطع صغيره، من بعد نحطوا في الصحن ونحلوه باش ما يبقاش كتل خشينه. ايضا تقدروا تخلطوا له الكرنب البنفسجي ولا تخلطوا فيما بعضهم. بعد ما حليتو كامل نحطه بجيه. ايضا نحل السلطه كما راكم تشوفون ورق ورق. هذا النوع تاع الخس ما يذبلش بالخف ويحتفظ على القرمشه ديالو لمده طويله، وايضا بنين على السلطه العاديه. تقدروا تعوضوه بليزونديف. ايضا نحطوه مع الكرنب كما راكم تشوفون. ايضا نحل الاوراق ديالو ونخلطوه مع الكرنب، ورغم انه نقي كما راكم تشوفوا بصح لازم يتصل بالماء والخل. من بعد نعاود نشلوه عده مرات حتى يخرج الماء صافي. وكما راكم تشوفون لازم نشفوه باي طريقه باش كي نحطلو لا فينيغريت ما تخلطش مع الماء. من بعد نحطوه في جفنه ولا في صحن كبير باش نزيد عليه باقي المقادير. من بعد نزيد نقطع البصل كما راكم تشوفوه، نقطع حتى الاوراق. تقدروا تعوضوه بحبه بصل متوسط الحجم تقطعوها ولا مير كيما نقطعوه للتكتوكه. كيما قطعتو كامل حتى الاوراق كيما شفتو، ايضا نحطوه على الكرنب. ايضا نقطع حبه تاع الخيار اللي قشرتها بهذا الشكل، خليت لها شويه تاع القشور حتى هذو صحيين. من بعد نقطعها قطع صغيره بهذا الشكل. ايضا نحطوه في الجفنه مع باقي المكونات. من بعد نزيد عليهم المقادير المتبقيه، نزيد عليهم ايضا كميه تاع الرمان الحلو، نزيد ايضا الفجل كما راكم تشوفوا مع لا طوماط سيريز. ايضا نزيد عليهم كميه تاع المعدنوس. ايضا نزيد كميه تاع رمان الموز ولا الحامض، والكميه الاخرى نخليها للتزيين. نقي الربطه تاع النعناع نحيلها كامل الاوراق ونخلي الاغصان. النعناع يزيد في البنه للسلطه ديالنا وايضا يمدلها انتعاش، وخاصه انه خضار يحتفظ كامل على الفوائد ديالو. ايضا غسلته مليح عده مرات. ايضا نشفوه بهذه الطريقه باش نحيلو كامل الماء. من بعد نحطه مع المكونات الاخرى. وكما راكم تشوفوا من كل حاجة شوية حتى تحصلت على جفنة معمرة الله يبارك. نخلطها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا باش كامل المكونات تدخل فيما بعضها، وأيضا اللي يعمر يرفد من كل حاجة. هذه السلطات تقدروا تحطوا كامل الحوايج اللي نحطوهم في السلطات. وكما راكم تشوفون زيت الزيتون الاخضر والاسود. تقدروا تحطوا الزيتون المقطع، انا حطيته حب باش اللي ما يحبش الزيتون ينحيه ولا يحطوه بجيه. باش ندير لا فينيغريت ديالي نسحق 4 ولا 5 سنين تاع الثوم، بوطه تاع ياغورت ناتور، 2 حبات تاع القارص، ملعقه كبيره من هذا الفرماج تاع الجوز. تقدروا تعوضوه باي جبن اللي تحبوه. عندي ايضا 2 ملاعق تاع دبس التمر. عندي ملعقه كبيره تاع خل التفاح، بلا ما ننسى رشه تاع الملح وايضا زيت الزيتون.
اولا نربي سنين تاع الثوم كما راكم تشوفوا، ثم على حسب كميه تاع السلطه اللي درتوها. اذا درتو كميه قليله تاع لا سالاد ما تكثروش الثوم، ديروا غير 2 سنينات ولا 3 باش الكو تاع الثوم ما يغلبش المكونات الاخرى. من بعد نعصر الحبه تاع القراص والحبه الاخرى نخليها للتزيين. نحط الجو تاع القراص مع الثوم كما راكم تشوفوا. من بعد نزيد عليه ملعقه كبيره من هذا الجبن تاع الجوز، تقدروا تعوضوه بالفرماج تاع اللي عندكم، مربعات ولا مثلثات وحتى تاع لابا. نزيد عليهم بواطيا ناتور كما راكم تشوفوا. من بعد نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع خل التفاح، تقدروا تعوضوه بالخل الابيض العادي. والمكون اللي يبنن ويعدل الحموضه تاع لافينيغريت ديالنا هو دبس التمر كما راكم تشوفوا. سبق وان درت معكم طريقه في القناه، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف باذن الله. نحط منه 2 ملاعق كما راكم تشوفوا. من بعد بدلت الصحن لانه هذاك جاني صغير. نخلطهم بالفوير بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. تقدروا تذوقوا لا فينيغريت ديالكم، اذا خصت تقدروا تزيدوا لها شويه تاع القارص. من بعد نزيد لها زيت الزيتون كما راكم تشوفوا، وكميه تاع زيت الزيتون يرجع على كميه تاع لا فينيغريت اللي درتوها. ايضا نزيد لها رشه تاع الملح اللي تبنن وايضا تعدل النكهات. نخلطها وايضا نزيد عليها شويه تاع فلفل كحل وهذا اختياري. نخلطها مليح وهكذا تكون لا فينيغريت ديالي واجده. هذا هو القوام ديالها كما راكم تشوفوا. نغطيها بالسيلوفان ونحطها بجيه الى وقت التقديم. كامل لي سالاد نحط لهم لا فينيغريت ديالهم قبل ما نقدموهم باش ما يذبالوش ويحتفظوا على القرمشه ديالهم. كما راكم تشوفوا قبل ما نحط لا سالاد ديالي في صحن التقديم، زدت لها كميه تاع زروديه مرابيه كما راكم تشوفوا. من بعد نخلطها كامل مع باقي المكونات بهذه الطريقه. ايضا تقدروا تحطوا لها لافوكا ولا لي كورنيشون وحتى المايس ولا الذره المعلبه. هذه هي لا سلطه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا. سلطه معمره بالفيتامينات، معمره بالنكهات وايضا بالالوان المختلفه الشهيه، كل مكوناتها منعشه صحيه معمره بالفيتامينات. يتشبه الفتوش السوري رغم انه يختلف عنه في بعض المكونات. نخليه بجيه ونروح نقليه خبز طورتيه ولا خبز تاكوس كما راكم تشوفوا. حطيت شويه تاع زيت في مقله، كي سخنت حطيت خبز التاكوس اللي قطعته في الاول. خبز التاكوس قليته وحده كما راكم تشوفوا، وكي نحيه ايضا نزيد الديول اللي قطعتهم ايضا، نقليهم بنفس الطريقه، نحركهم مره على مره باش ما يتحرقوش على جهه واحده. من بعد نحيهم فوق بابي ابسوربون باش يتشرب بالزيت الزايده. وبما انه تحصلت على كميه لاباس بها تاع سلطه، نحي منها ونحطها في بورطمونجير محكم الاغلاق كما راكم تشوفوا، ونخليها غير الكميه اللي ناكلوها. نحطها في الفريجيدير وكل ما نحب ناكل نرفد منها. وبهذه الطريقه كامل مكونات السلطه تحتفظ على القرمشه والجوده ديالها، وخاصه في شهر رمضان الكريم تكون دائما حاضره على طاوله الافطار. اما الكميه اللي خليتها في الجنة كما راكم تشوفوا، نحط عليها كميه تاع لا فينيغريت اللي حضرتها من قبل، ودائما لا فينيغريت نحطها قبل ما نسربيها. نعاود نخلط لا فينيغريت ديالي كما شفتوا. من بعد نحطها على السلطه، نحط عليها كميه اللي تكفيها. من بعد نخلطها باش كامل السلطه تتشرب من هذيك لا فينيغريت. من بعد نحط عليهم نصف كميه تاع خبز التاكوس وايضا ديول اللي قليتهم، والنصف الاخر نخليه للتزيين. من بعد نخلطهم كامل كما راكم تشوفوا حتى يتشربوا كامل من لا فينيغريت. وحتى اذا تشربوا من لا فينيغريت ما يطراوش تمتم، يشدوا ويحافظوا على القرمشه ديالهم حوالي نصف ساعه. نعمر السلطه ديالي في صحن تقديم كما راكم تشوفون بهذه الطريقه. من بعد نزينها بالرمان اللي بقالي، نحط عليها الرمان القارص ساير داير بهذه الطريقه. وكما تعرفون تزيين الاطباق ديالنا اختيارا، كل واحد يزين على حسب الذوق ديالو. نحط عليها ايضا الرمان الحلو اللي بقالي، وفي الاخير نزينها بخبز طورتيه وديول اللي قليتهم. هذه هي السلطه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا. سلطه رويال بزاف بنينه مغذيه معمره بالفيتامينات، تقدروا تاكلوها بالخبز ولا وحدها باش تستمتعوا بها اكثر. حطيت عليها ليطروش تاع القرص وزدت عليها شويه على فينيغريت، وهذا هو التقديم الاخير للسلطه ديالي. تقدروا تزيدوا لها زيتون مقطع ولا لي كورنيشون ولا الافوكا ولا المايس، اكيد تزيد لها في البنه. سلطه راقيه فخمه، تقدروا تحطوها في المناسبات في العزومات وايضا لضيافكم، وخاصة في شهر رمضان الكريم. أما هذه اللي حطيتها في بورطمونجي نحتفظ بها في الفريجيدير بلا لا فينيغريت باش ما تذبلش وتخسر. وكاقتراح باش ناكلوها، قطعت خبز طورتيه على 4، من بعد دورتهم كيما لي كورنير وثبتهم بالفرماج. من بعد حطيتهم في الفرن على الفم ديالهم حتى تحمروا بهذا الشكل وتقرمشوا.
وكما راكم تشوفوا راني نعمر فيهم بهذا الشكل، وبهذه الطريقة نحبسوا أولادنا باش ياكلوا من هاد لاصالاد المعمرة بالفيتامينات، وكي تبدلوهم هكذا كورنيو يفرحوا به. شاهدكم في الجنة أخواتي الكرام، اللهم اجعلها نعمة دائمة ومنعها من الزوال لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم أخواتي الكرام. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والابوني والبارطاج فضلا وليس أمرا، جزاكم الله الجنة والنعم ديالها إن شاء الله. أترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم. Suba كان تنساو تقرا لا فيديو ما تعجبهم ولا غوصة بوستان وتتوثر لايك والابوني لك والبارطاج كون يجزع بوست الخير لك الجنة تجاكم ذي سهل لي سهل تبي اللي تدير لا فيديو غادي تدون ما يبغاو حنين.